لارج لازم دور الحاج كرم يعلق معاه، وبيتعرف جدا حمزة العيلي بعد الدور ده، وبعدها بيشارك في 18 يوم، وفي 18 يوم بيعمل دور مختلف جدا عن دور الحاج كرم. بعدها بيشارك في كاريوكا، وبعده مسلسل شربات لوز مع يسرا، وبعدها بيشارك في رقم مجهول، وبعدها بيشارك في ارتجال في المخ وعلى جثتي، بس انا ما شفتش الفيلم ده الصراحه. في 2014 بيشارك في الجزيره الجزء الثاني، وبعد كده الإكسلانس. بعدها بيشارك في مسلسل ابن حلال بدون مسقط، وحرفيا حمزة العالي عمل الدور ده جامد جدا وبإتقان، وطبعا مفيش أي حد يشوف المسلسل ده غير والدور مسكر يعلق معاه. وأنا على ما أظن لو كانوا جابوا أي ممثل يعمل دور مسكر في مسلسل ابن حلال ما كانش هيطلع بالعظمة اللي هو عملها دي. وبيتعرف جدا حمزة العيلي بعد الدور ده، وبعد كده بيشارك في شطرنج واحد واتنين، بعدها بيشارك في مأمون وشركائه بدور معتز زيدان، وبعدها بيشارك في ليلة، وفي 2016 بيشارك في سبع أرواح. ولحد دلوقتي ما فيش دور اتكرر لحمزة العيدي، كل فيلم أو عمل بيشارك فيه بيبقى بدور مختلف وبيضيف لمسيرته. بعدها طاقة نور ده الحرب.